منتخب المغرب بيعمل المستحيل، احنا بنعمل المستحيل، احنا بنكسب ابطال العالم في مونديال قطر 22. السعوديه فازت على الارجنتين، تونس بتفوز على فرنسا، واحنا دلوقتي المغرب بنفوز على بطل العالم 2010 اسبانيا. مفيش حاجه اسمها مستحيل، ديما مغرب. ياسين بونو عمل كل اللي يقدر عليه، من احسن حراس المرمى الموجودين في العالم. حكيم زياش، عملت يا ابني كل اللي تقدر عليه، دفاع وهجوم، الراجل بيموت نفسه بيموت نفسه. اشرف حكيمي بيخش على اخر ضربه جزاء بكل ثقه وبكل اقتدار وكل هدوء اعصاب وبرود، بيعمل اللي العرب ما عملوهوش بقالهم كتير من ايام الجزائر لما كانت عملت كده مع المانيا. بس للاسف الحظ ما حلفناش. الحمد لله الحمد لله. وليد الرجراجي بيعمل جيم تكتيكي على اعلى طراز. والله احنا ما نفرق حاجه عن المدربين الاوروبيين والعالميين. شفت وليد الرجراجي؟ الناس كانت بتتكلم على تويتر بتقول لك وليد الرجراجي جبان ومش عايز يفتح خطوطه. يفتح خطوط مين يا ابني؟ انت متخلف. يفتح خطوط قدام المنتخب الاسباني بخط الوسط الناري بتاعه، اذا كان جافي ولا بدري ولا سيرجيو بوسكيتس. انت لك ان تتخيل ان الراجل طلع جافي خلاص واستهلك بدنيا. عارف يعني ايه جافي واستهلك بدنيا؟ الراجل اللي ما بيهموش اي حاجه في الاندفاعات البدنيه وفي القوه وفي الباور بتاعه، يطلع في الشوط الثاني. عملنا ماتش ولا اروع. نايف اجرد عمل ماتش رائع، رومان سايس عمل ماتش رائع، رغم اصابته تحمل على نفسه، والراجل كان بيشد رجله فعلا مش قادر يشيلها. ياسين بونو انا كنت عندي ثقه كبيره فيك، ولو انك في الشوط الاول وقعت قلبي في كورتين ثلاثه، بس برضه انت حارس كبير، عندك كاريزما كبيره. الحمد لله ربنا ادانا. ربنا ما ضيعش تعب اللعيبه ولا تعب المدير الفني ولا الجهاز كله. المغرب يا جماعه عملت اللي العرب ما عرفوش يعملوه من سنين طويله. مفيش حاجه اللي اسمها اسبانيا كعبها اعلى. احنا كنا بنلعب اسبانيا الند بالند. انا متفاهم اللي احنا كنا عاملين بلوك دفاعي، بس انت ما تقدرش تعمل كده. هتفتح خطوطك قدام اسبانيا، هتعمل زي ما كوريا عملت قدام البرازيل. وانا طلعت اتكلمت في الفيديو اللي فات على المدرب بتاع كوريا الجنوبيه، بقول له انت بأمارة ايه بتفتح خطوطك كده؟ فعلا وليد الرجراجي اتعلم من اخطاء المدربين السابقين. ما ينفعش اصلا اللي انت تفتح خطوطك قدام المنتخب الاسباني. بوفال انا مش عارف، بس احنا مش عايزين نتكلم في غلطات، احنا فرحانين ومزقططين ومبسوطين عشان المنتخب بتاعنا منتخب المغرب العربي عمل الانجاز التاريخي ده. بس بوفال ما كانش يطلع من الماتش. والله ما عارف اقول ايه. نصير الاول تسديده بيدخلها بكل معلمه وبكل احترافيه. عندهم هدوء اعصاب. عايزين نقول لكل العرب ولكل المغاربه ديما مغرب ديما مغرب. هنقابل بقى يا اما سويسرا يا اما البرتغال، ايا كان من اللي يجي قدامنا احنا مش هنخاف. ولو ان انا خايف من الانهيار البدني عشان احنا عملنا النهارده مباراه بدنيه رائعه. مش عارف احنا استنفذنا كل طاقتنا والبنزين خلص، بس ان شاء الله نعمل ريكفري بسرعه، وان شاء الله نقدر نعمل اي حاجه تقدر تودي العرب في منطقه افضل كل مره عن التانيه في كاس العالم. وديما مغرب.